العوافي عليكم يا حبايبي. انا النهارده هقول لكم المثل بيقول ايه؟ اللي تحوشوا النملة في سنة ياخدوا الجمل في خفه. ايه معناها يا حبايبي؟ النملة صغننة خالص اللي بتحوش الاكل بتاعها سنة، حبة صغيرين خالص، يجي الجمل معدي ياخده في خفه. خف الجمل ده هو قدمه من تحت، بنسميه خف. يا حبايبي ايه الحكاية؟ اللي تحوشوا النملة في سنة ياخدوا الجمل في خفه. يا حبايبي حكاية زينب متجوزة، وزينب على قد حالها، بس كانت زينب شطرة الشطار، كانت من مصروف البيت تحوش كل يوم حاجة منه بسيطة، لغاية ما دخلت جمعية. كل أول شهر اللي تحوشه طول الشهر تدفعوا في الجمعية. نفسها كانت تجيب غواشتين دهب، وقعدت سنة في الجمعية تدفع كل شهر. وأول ما جت تقبض جوزها قال لها غوشتين ايه يا زينب؟ ده انتي المفروض تلبسي 6 غواشات و4، اديني الفلوس ديت اشغلها في شوية بضاعة، وبعد كده المكسب بتاعهم على ايه؟ على اللي هي الفلوس اللي انت اديتها لي، وتجيبي كده 4 غواشات 6 غواشات. وزينب صدقته واديته الفلوس. وطبيعي ان هو مهمل وما كانش بيخلي باله من الفلوس، وطالما متعبش في تحويشها بقى ايه؟ اشترى شوية بضاعة وخسر فيهم. وزينب زعلت، قالت طيب اعمل جمعية تاني واجيب غوشتين سنة ورا سنة، كل سنة يعرف معاد الجمعية ياخدها منها، بحجة هعمل لك حاجة احسن، هنشتري حتة ارض ونزرعها. المهم فضل يضحك على زينب، كل معاد جمعية ياخده. ام زينب زعلانة على زينب، على تعبها وتحرم نفسها، وكل جمعية هو ياخدها. وبعدين اخر جمعية عملتها وكانت هتقبضها، قالت لها يا زينب ما تقوليلوش وروحي اشتري الغوشتين. قالت لها طيب ياما. وفعلا زينب جات يوم الجمعية ما هتقبضها، هو سأل على ميعاد قبض الجمعية وخد منها الفلوس، وراحت تعيط لأمها. أمها بصت لها كده وقالت لها اللي تحوشوا النملة في سنة ياخدوا الجمل في خفه. ما فيش فايدة فيه يا زينب. وإن عجبتكم حكايتنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.